أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان تأسيس تنسيقية الحراك الملكي بمدينة طرابلس. السادة والسيدات المواطنون، استجابة لدعوة ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ومبادرته النابعة من جولات الحوار الوطني التي أشرف عليها ولي العهد شخصيا، والتي شاركت فيها قطاعات واسعة من مكونات الشعب الليبي، نعلن نحن المجتمعون اليوم في ميدان الجزائر بمدينة طرابلس تأسيس تنسيقية الحراك الملكي بمدينة طرابلس، أسوة بإخواننا من مختلف مناطق ليبيا الحبيبة الذين بادروا إلى تأسيس تنسيقياتهم استجابة لذات الدعوة. إن انضمامنا إلى هذه المبادرة ينبع من إحساسنا العميق بالمسؤولية الوطنية التي تحتم على كل مواطن الالتفاف حول المشروع الوطني الهادف إلى انتشال البلاد من براثن الفوضى التي نعايش تفاصيلها يوميا، ونتابع بقلق بالغ تطوراتها الخطيرة وانعكاساتها الكارثية على أمن الوطن وسلامته ومستقبل أجياله القادمة. وإذ نستشعر جميعا ثقل الأمانة المعلقة في أعناقنا تجاه صون مقدرات بلادنا والحفاظ على سيادته واستقراره، واستبعادا للتشتت والانشقاق والخطر المحدق بوحدة وطننا واستقراره، فإننا نعلن ما يلي: أولا، الإعلان الرسمي عن تأسيس تنسيقية الحراك الملكي بمدينة طرابلس انضماما لمسيرة أخواتها في سائر ربوع الوطن، وعلى نهج آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية الحديثة تحت مظلة المملكة الليبية. ثانيا، دعوة جميع الأطراف المتصارعة على السلطة والمال إلى الاستجابة لمساعي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لإقامة دولة الحق والقانون والعدل تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية، ونبذ الخلافات وإنقاذ البلاد من مستقبل مظلم مجهول المعالم. ثالثا، نحث المجتمع الدولي ممثلا في الدول المعنية بالشأن الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساندة خيارات الشعب الليبي وتطلعاته نحو استعادة دولة المؤسسات والقانون